السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وامهاتي وبناتي. اتمنى منكم الدعم للقناة والاشتراك، واللي ما اشتركش معانا اتمنى يشترك، واللي معايا ما يبخلش عليا باللايك والدعم للقناة والفيديو لو سمحتم، عشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله ويعجبكم. الصعيد دايما مفيد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والبصمة الحلوة بتاعت اخواتي والدعوة الحلوة. كل حبيبتي بتتفرج عليا اتمنى تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هتعملي ايه النهارده؟ نعمله مع بعض سمك، هو كان جاهز معايا في الفريزر. تعالى نتعلم مع بعض ازاي نشويه. هو متقطع مش مكفول خالص. تعالى حبيبي انا هوريكم برضو، مش هيعمل اي حاجه، هو متبل وحطه في الفريزر وليمون وعليه توابل وعليه كل حاجه. اتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم. معانا ايه تاني؟ معانا ردة اللي هي نخالة، ومعانا زيت علشان خاطر ايه ما بيستهلكش زيت كتير. يا دوب هندهن الصيدان معانا اهي، انا غسلها منشفاها. يا دوب هندهن الصاد دهنة خفيفة. وهنعمل ايه مع بعض يا حبايبي؟ نشوف هنعمل ايه مع بعض وهوريكم مع بعض ونشوفه سوا. هندهن الصاد الاول اهو دهنة خفيفة معاك يا حبيبتي. هتوفر الزيت وهيبقى خفيف، وخصوصا حبايبي اللي عندهم حساسية على الصدر، عشان خاطر السمك ما يبقاش تقيل عليهم. هنجيبه حبايبي كده بالرد كده، متخافيش، كله ده اصلا هيتحرك في النار. وهنحطوه على الصاج كده، وهندهنه من فوق دهنة برضو خفيفة بالزيت عشان ما يبقاش تقيل، عشان اللي عندهم حساسية على الصدر ياكلوا منه. وانتي نفسك هتاكلي منه، مش هتحسي لو خلصت السمك كله، مش هتحسي بيه اصلا. هنعمل مع بعض واحد تاني يا حبايبي. الردة دي كلها هتتحرق في الفرن، ما تخافيش، وهيبقى السمك معاكي طالع اللحم كله حلو. وهنشوفه مع بعض على الفرن وهو طالع من على الفرن. هنحطه كده كده تمام. بس متنسونيش في الدعم والاشتراك للقناة، وهنخبز معاهم شوية عيش طراي حلوين، عيش شمسي بإذن الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والدعم للقناة لو سمحتم. أكملهم وأردع لكم وأوريهم لكم. متنسونيش بقى في الدعم والاشتراك. تعالى حبيبي هنحط الزيت مع بعض. أنا خلصته من النخالة اهو، عملتهم بالنخال، وهنحط الزيت مع بعض. يدوب حبيبي دهنة خفيفة. هيكون الخفيف خالص على المعدة اصلا، وخصوصا زي ما قلتلكم اللي هم اصحاب الحساسية على الصدر، اللي هم بيتعبوا من اكل السمك المقلي ده، عشان بيكون فيه نسبة زيوت كتير شاربها، وبيتعصر ليمون في الاخر ما بيتعبوا منه، ما بيقدروش ياكلوه. اتمنى تشتركوا جديد معانا، اتمنى يشترك في القناة وتدعموني باللايك للقناة لو سمحتوا، والاشتراك وتفعيل الجرس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. احنا عاملين مع بعض. ان شاء الله يعجبكم حبايبي. اروح على الفرن، واللي جديد معايا ما تنسونيش بالاشتراك. ان شاء الله القناة تعجبكم.
واروح على الفرن حبايبي، وهنشوفه احنا بنحطه على الفرن دلوقتي، ونشوفه لحد ما يستوي مع بعض، ونقدمه مع بعض مع احلى عيش شمشي ان شاء الله هيعجبكم. ويلا بينا على الفرن حبايبي. احنا جينا على الفرن، نحطهم على الفرن اهو. بس عشان بنحطه في الصواني عشان بلاط الفرن يبص، لما نخبز عليه العيش مش بيبوظ. متنسونيش في اللايك والدعم للقناة لو سمحتوا، ونشوفهم مع بعض لما يكمل. اهو حبايبي انا هنطلعه عشان نقلبوه كده على الجنب التاني، يعني نقلبوه على الجنب التاني اهو. مبقاش بالتليفون الاخر اهو. اقلبهم كلهم وارجع لكم. انا قلبتهم كلهم اهو، كلهم قلبتهم، واردهم على الفرن تاني عشان ياخدوا لون من الجنب التاني اهو حبايبي. بعد ما طلع من على الفرن اهو حبايبي، بعد ما طلع من على الفرن هنحطه كده في حلة نظيفة كده يا حبايبي. مستوي اهو. وهنجيب الليمون وهنعصر عليه كده لحد ما نخلصهم كلهم في الحلة كده حبايبي. متنسونيش في الدعم والاشتراك واللايك، ومع بعض مكملين ان شاء الله. وهنشوفوا مع بعض نطلع العيش الشمشي، وهنشوفوا مع بعض طريقة التقديم سوا. واتمنى الاشتراك واتمنى الفيديو يعجبكم، والسمك والطريقة تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ويلا نشوف العيش مع بعض. اتمنى حبايبي ده اخر الفيديو، واتمنى الطريقة تعجبكم باذن الله. وادي العيش الطري الحلو الشمسي اللي خبزناه مع السمكات عشان خاطر يبقى عيش طري وحلو مع السمك. انا عندي عيش مصري بس انا حابه العيش الشمسي الطري. وده السمك حبايبي اللي شويناه مع بعض. اتمنى الطريقه تعجبكم، واتمنى تجربوه، وان شاء الله ينول اعجابكم. شايفين حبايبي هذا العيش الشمسي من جوه اهو زي السفين ده اهو، لسه سخن ومولع معانا، لسه يلا مخبوز مع السمك. واتمنى ينول اعجابكم، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.